أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. I love you Allah. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر. فدرست محركات الطائرات ومحركات السيارات ومحركات البواخر، والحمد لله رب العالمين. كانت نتيجة هذا المجهود أني اخترعت المحرك الدوار المدور مربع. هذا المحرك الذي صنفت من خلاله المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا سنة 2005. عدلت البحث الدولي في المؤسسة الأوروبية ديال البحث في لاهاي في 2005، ونعطيكم واحد النظرة صغيرة على المحرك هذا اللي كيتكون. واستطاع عبد الله شقرون اختراع محرك سنة 2005 بين القوة والسرعة والاقتصاد. المحرك الدوار المدور المربع تصل قوته إلى 250 حصانا، يستهلك لترين ونصف اللتر من البنزين في 100 كيلومتر، وقد يستعمل في الطائرات العمودية والبواخر والسيارات بتغيير بعض القواعد الميكانيكية. عبد الله شقرون العربي والمسلم الوحيد المصنف ضمن 30 الأوائل في قائمة المصممين والمخترعين الدوليين، في رصيده 37 اختراعا لم تغري عروض بعض الدول الأوروبية في التخلي عن الجنسية المغربية، فهو يعد من أكبر المنافسين لصناع المحركات في العالم. عاود كان العرض من أوروبا، أعطاوني 308 مليون الأورو باش نبيع لهم هذا المحرك هذا، وباقي لحد الساعة العرض قائم. أنا ما بغيتش، لأنني أول ما تم العرض عليا فكرت حاجة واحدة، أن هذا الموتور هذا أول كيخدم للطائرات العمودية الهليكوبتر النوع الصغير والمتوسط، وأول استخدام عندهم غادي يكون في المجال العسكري. إذا مشاو قتلوا بأخواتي المسلمين، شكون غادي يتحمل المسؤولية غدا قدام الله سبحانه وتعالى؟ طموحي أكون فقط خطوة إلى الأمام، إذ مواصلة ومواكبة ما بدأه أجدادنا من العلماء من أمثال عباس بن فرناس والفارابي والزهراوي وغيرهم. أنا عندي التاريخ. عباس بن فرناس هو اللي جا من الأندلس، وابن الهيثم والخوارزمي ومريم الأسطلابي من سوريا، وزيد فترة امتدت تقريبا 1000 سنة أو يزيد. ملكنا هذه الدنيا القرونا، وأخضاها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا القرونا، وأخضاها جدود خالدون. وسطرنا صحائف من ضياء. تعد الحضارة الإسلامية من أبرز الإنجازات البشرية منذ فجر التاريخ، فقد أسست لقوة عالمية عظمى ركيزتها الإيمان، معلنة ثورة روحية غيرت ملامح الأمم في قاراته الثلاث، وأقامت خلافة إسلامية. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، وما عرفوا سوى الإسلام دينا. فقد استعان العلماء المسلمون بالمعارف الإغريقية القديمة في مرحلة كانت خلالها أوروبا غارقة في عصور الظلمات. وأخضاها جدود خالدون، وسطرنا صحائف. لقد زرع المسلمون بذور النهضة قبل 600 عام من ولادة ليوناردو دافنشي،
وهكذا فمن سبل معالجة المرضى إلى الأرقام المستخدمة في الحساب تعززت ثقافة العالم من خلال الحضارة الإسلامية. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، يدكون المعاقل والحصونا. ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخضعها جدود خالدون. ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخضعها جدود خالدون. وسطرنا صحائف من بدأ هذا كله من خلال إنسان مميز أوحى إليه الله تعالى، جاء يحمل رسالة الإسلام ليغير وجه العالم إلى الأبد. كان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. عمق التاريخ المشترك في الأمة بنت حضارة باذخة. هذه الحضارة من ميزاتها أنها لم تقم على جنس ولا عرق ولا لون، تداول قيادتها شعوب من أجناس شتى: العرب، الأحباش، البربر، الترك، الأكراد، الهند، الفرس، المغول، كلهم تتابعوا على قيادة هذه الأمة، أمة لأنها قائمة على عقيدة، والتفاضل ليس بالأجناس والأعراق، وأيضا لم تقم على مركزية في عواصم حضارتها، بل طافت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، الكوفة، بغداد، دمشق، القيروان، خراسان، تنبكتو، قرطبة، غرناطة، طليطلة، كل هذه عواصم انداحت وتنقلت فيها، وخوارزم انتقلت فيها هذه الحضارة. فهذا العمق الحضاري لأمتنا هو جزء من مقومات هذه الهوية، وأمة ليس لها ماضي، ليس لها حاضر، وليس لها مستقبل. نعتز بالانتماء إلى هذه الحضارة وبهذا التاريخ الباذف الضارب في شعاب هذا الزمن. ولذلك تعاورت كل هذه الشعوب في نصرة الأمة وصاغتها. وإن كنا نحتفي باللسان العربي لأنه الأصل، بيد أن هنالك لغات ولهجات أسهمت في بناء هذه الحضارة. اللغة الأردية والفارسية والتركية كان لها إسهامها أيضا، كما للشعوب إسهاماتهم المقدرة. المستقبل لهذا الدين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah. عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلا الله. كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكة إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها.